أهلا بيكم في بودكاست شفاء، المكان اللي بنحاول فيه نهدى، نسمع صوت نفسنا وسط الزحمة، ونتكلم بصراحة من غير تمثيل ولا تكلف. النهاردة عايز أتكلم معاكي، أيوة معاكي أنتي، عن الإحساس اللي ممكن يكون تعبك من زمان، إحساس إنك مش كفاية. الإحساس ده بيجي بهدوء كده، من غير ما نلاحظ، كلمة اتقالت، مقارنة بسيطة، نظرة استنكار، وكل مرة بنتسكت فيها أو بنتقلل بيترسب جوانا وجع صغير، وجع بعد سنين بيكبر ويبقى صوت بيقول: أنا مش حلوة كفاية، أنا مش ناجحة كفاية، أنا مش مهمة في حياة حد. وده صوت قاسي جدا، خصوصا لما نصدعه. بس عايز أقولك حاجة، الصوت ده مش صوت الحقيقة، ده صوت التعب، صوت الجرح اللي محدش سمعه. يمكن محدش كان جنبك وقت الوجع، يمكن كل مرة حاولت تتكلمي اتقالت عدي. بس الحقيقة، اللي زيك ما ينفعش يعدي على الوجع كده. انتي حساسة، بتحسي بكل تفصيلة، وبتحملي في قلبك أكتر من طاقتك، وبتحاولي تكوني كويسة طول الوقت. بس يا ترى لنفسك ولا للناس؟ ساعات بنعيش عمر نحاول نثبت إننا نستحق الحب، نحاول نرضي كل اللي حوالينا، بس ننسى نرضي أهم حد، نفسنا. عارفة، كل مرة بتسألي نفسك أنا ليه مش كفاية، هي في الحقيقة لحظة صدق، لأنك بتسألي من وجع حقيقي مش من ضعف. انتي مش قليلة، وانتي مش محتاجة تبقي مثالية علشان تتحبي. انتي تستحق الحب حتى وانتي مش بخير، حتى لو غلطتي، حتى لو لسه بتتعلمي. كل مرة بتقفي على رجلك بعد ما بتتعبي دي شجاعة، كل مرة بتكملي رغم اللي انكسر فيكي دي قوة حقيقية. الشجاعة مش إنك ما تضعفي، الشجاعة إنك تضعفي وتكملي. يمكن محدش قالك الكلمة دي قبل كده، بس صدقيني، انتي كفاية. كفاية بنقاء قلبك، كفاية بصبرك، كفاية بصدقك اللي لسه عايش رغم كل الخذلان. بصي، الحياة مش سهلة، ومفيش حد عارف يعيش من غير وجع. بس في فرق بين اللي بيتألم وبيكره نفسه علشانه، واللي بيتألم ويتعلم منه. خلي وجعك يعلمك مش يكسرك. اتعلمي تبطلي مقارنة، ما تقارنيش نفسك بحد مش عايشة قصتها، لأنك لو عرفتي كل اللي وراها يمكن ما تتمنيش تبقي مكانه. كل حد عنده حكاية، عنده خيبة، عنده دمعة محدش شافها، وده طبيعي، لأننا بشر. يمكن اللي محتاجاه دلوقتي مش إنك تتغيري، يمكن محتاجة تهدي، تدي نفسك وقت، تسمحي لنفسك تغلطي وتتعلمي من الغلط. خليكي حنينة على نفسك زي ما بتكوني حنينة على الناس. لما تغلطي ما تقسيش على نفسك، قوليلها بهدوء: ماشي غلطنا، بس هنتعلم. عارفة، أوقات اللي بينقصنا مش النجاح ولا العلاقات، اللي بينقصنا حضن أمان، كلمة حقيقية من غير حكم، حد يقول لنا: أنا شايف تعبك وشايف إنك بتحاولي. لو محدش قالك كده قبل كده، فاسمحيلي أقولها أنا شايف تعبك وشايف إنك بتحاولي. يمكن بتحاربي بصمت، يمكن بتضحكي قدام الناس وبالليل بتنهاري، بس أنا شايف وربنا شايف، وربنا عمره ما نسى حد بيحاول يقوم. انتي تستحقي ترتاحي، تستحقي تحبي نفسك زي ما هي، تستحقي تطمني وتفهمي إنك مش محتاجة تعملي حاجة علشان تبقي كفاية، لأنك كفاية فعلا. خدي نفس كده وغمضي عينيكي ورددي ورايا بهدوء: أنا كفاية زي ما أنا، ومش لازم أبقى نسخة من حد. أنا ليا طريقي وليا وقتي وليا روحي اللي بتتعلم كل يوم. صدقيني، لو قلتي الجملة دي كل يوم حتى لو مش مصدقاها، مع الوقت هتحسيها، وهتوصلي لمرحلة تحبي نفسك من غير شروط. وقتها هتعيشي براحة، وهتفهمي إن الشفا مش نهاية، الشفا هو الرحلة. كل دمعة نزلت، كل تنهيدة، كل وجع، كانوا بيجهزوكي توصلي للنقطة دي، النقطة اللي فيها بتتصالح مع نفسك. فلو بتسمعيني دلوقتي ودموعك قريبة، ما تمسحيهاش، سيبيها تنزل. الدموع دي مش ضعف، دي تطهير، دي بداية شفا. افتكري دايما، انت كفاية، وانت تستحقي تكوني بخير. يا رب. كانت معاكم شفاء، مساحة صغيرة بنفتكر فيها إننا نستحق نحب نفسنا حتى في أسوأ أيامنا.